السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحليل نتائج مباريات كأس العالم وآخر الأخبار الرياضية المصرية المتنوعة، وعليكم التفاصيل. البرتغال هي بتكسب اوروجواي وبيبقى بيرتفع رصيدها الى 6 نقاط، وبتحتل قمة المجموعة وتحجز مقعدا في اللعب مع الكبار في الادوار النهائية. 6 نقاط من الفوز على غانا. ماتش كان صعب جدا وكان ممتع جدا، خلص 3-2. والنهارده بتكسب اوروجواي في ظهور كل النجوم مع اوروجواي، لكن ما تعرفش اوروجواي ايه اللي حصل لها، مستوى تراجع جدا جدا جدا، لانها في المباراه الاولى تعادلت مع كوريا. غانا النهارده كسبت كوريا 3-2. بقت دلوقتي البرتغال 6 نقاط وضمنت التأهل وحجز مقعد للعب مع الكبار في الأدوار الرئيسية. ثم غانا 3 نقاط، وكوريا ونقطة، وأوروجواي نقطة. اتعادلت مع كوريا، يبقى كوريا وأوروجواي نقطة، وغانا كسبت كوريا والبرتغال كسبت أوروجواي. والمباراة القادمة غانا وأوروجواي. أوروجواي عشان تصعد لازم تكسب غانا، وكوريا هتلاعب البرتغال عشان برضو تصعد، يبقى لازم تكسب البرتغال. 4 نقاط، ونشوف فارق الاهداف قبل المواجهات المباشره، ده اللي هيحسم. فالمجموعات كلها بتشتغل. البرازيل النهارده ايضا بقت 6 نقاط، عملت مباراه قويه جدا جدا قدام سويسرا وفازت بهدف بعيد المدى من صاروخيه برازيليه ممتعه، صاروخيه اسعدت النجوم في المدرجات. يعني النهارده كاساميرو اداها واحده يعني صاروخيه ممتعه خلت رونالدو يبتسم. فالنهارده البرازيل بتكسب بعد هدف كاساميرو ده الرائع، روعه، 6 نقاط، وبتحجز مقعد في الادوار الكبرى. تلاقي كده الناس فرنسا بتصعد، ده كله 6 نقاط، ماشي. طب باقي المجموعه بقى، الكاميرون النهارده عملت ماتش عالمي وتعادلت 3-3 مع صربيا، كانت خسرانه 3-1. نزل ابو بكر فينيست، خلاص عمل جول وعمل اسيست، قلبوا الدنيا. عشان كده الكاميرون بقى عندها نقطه، ماشي، لانها خسرانه ايضا في المباراه الاولى من سويسرا، عندها 3 انها كانت كسبانه الكاميرون. كده الكاميرون هتلاعب البرازيل وصربيا هتلاعب سويسرا، من يفوز منهما. برضو البرازيل حجزت مقعد، لكن الكاميرون لو كسبت فرصها موجوده. صربيا عندها نقطه وسويسرا عندها 3. سويسرا لو كسبت خلاص حسمت، يبقى لا كاميرون ولا صربيا. طب لو صربيا كسبت ماشي عندها نقطه يبقى 4. طب الكاميرون ايضا عندها نقطه، تبقى لو كسبت تبقى 4. لكن صعب جدا هنشوف حسبة بيرما في المجموعات. لكن كأس العالم وصل إلى مرحلة الإبداع والإقناع والمتعة والإثارة. بكرة هنشوف محمود أبو الرجال حامل الراية المصري في كأس العالم مع بكاري جسامة في مباراة قطر وهولندا الساعة 5 بكرة. المجموعة الأولى مجموعة قطر وهولندا والإكوادور والسنغال، دول هيبقوا مجموعة واحدة. الإكوادور والسنغال هيلعبوا مع بعض، وهولندا وقطر. عارفين طبعا إن يعني المجموعة دي مشتعلة للغاية. هنشوف إيه اللي يحصل. والمجموعة الساعة 9 بقى إنجلترا وويلز وإيران وأمريكا. صفقة المهاجم الأجنبي، قلت لكم إن هم استقروا على جلهيرمي بيسولي، وقلت لكم إن ناديه البرازيلي طالب فيه 3.5 مليون دولار، وإن هو معار لنادي آف، وإن الصفقة قد تتم في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بإذن الله تعالى، أي بعد شهر من الآن تقريبا. المفاجأة أن إدارة النادي الأهلي انسحبت من الصفقة نظرا لرفض نادي بيسولي التفاوض في اقل من 3.5 مليون دولار. اللي عاوزنا يدفع مهر هذا اللاعب الموهوب اللي 24 سنه اللي مميز اللي كده. هتلاقي في ناس تطلع تقول لك ايه ده الراجل قال مش عاوزه. قول لهم لا حرام عليكم، يعني ما تكذبوش، ده هداف خطير 24 سنه، والاهلي اعترف بالتفاوض معاه وكان يتمناه، لكن هم ما عرفوش يجيبوه. هم الانسحاب من هذه الصفقه او مش بلاش نقول الانسحاب، حطوه على الرف شويه. لقوا في ناس اقل منه ماليا يمكنهم الانضمام الى النادي الاهلي واللعب له بمبالغ ماليه اقل من 3.5 مليون دولار، فضلا عن ان الكابتن محمود الخطيب قال يعني احنا اخرنا في الصفقه 2 مليون دولار. ال 3 مليون دولار الراجل بقى هنا مستر مارسيل كولر غضب وزعل وحزن وتألم، وقال يعني انتوا زعلانين عشان ادينا ماتش مش كويس وانا عمال اطلب صفقات وانتوا ما بتخلصوهاش. كل ما اقول لحد هنا الراجل زعلان، قال لهم كل ما اطلب صفقه تقولوا لي حاضر مفيش حاجه بتخلص. فالصفقه دي
ال3.5 مليون دولار خلوا الاهلي يعمل عليها هولد ويشوف بدلاء اخرين. ايضا اعجب بهم الخواجه مارسيل كولر، ولكنهم لم يكونوا الاختيار الاول. كان الاختيار الاول ال3.5 مليون دولار الاهلي مستغليهم. كولر عاوز فيرود، حط الاول مارسينيو مخلصي نظرا للمبالغات الماليه من المسؤولين في نادي كawasaki الياباني. والنهارده اليابان يعني عامله حاجات في كاس العالم، هنشوف بقى ماتشها اللي جاي هيبقى حاسم ليها لو فازت تصعد. فالصفقه اتعمل لها، اتحطت على جنب. ف دلوقتي معمول عليها هولد وبيشوفوا ناس اخرين. لم نتمكن من الحصول على اسماء صفقه المهاجم الاجنبي الجديد الاهلي مركز فيه. مهاجم وجناح، واحد فوق السن وواحد تحت السن، وده الخواجه بدأ يتمسك بيهم. فضلا عن ان الخواجه طالب لاعب في وسط الملعب المدافع، اما محمود حماده او مروان لاعب نادي الاتحاد السكندري، او عودة كريم ندفد في يناير. مارسيل كولر عنده المباراة القادمة مباراة طلائع الجيش، اللي الاهلي ما كسبش طلائع الجيش بقاله سنتين اظن، ودايما بتبقى مباراة مع اقربها، وخد حاجة كده، عرف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجري. عنده في المباراة القادمة عنده نقص في بعض المراكز زي الباك الشمال. محمد اشرف اللي لعب مكان علي معلول اصيب بشد عضلي وبعدين خرج وبعدين عالجوا له الشد وبعدين نزل تاني وحاجات بالشكل ده. فاحتمالية غيابه عن مواجهة طلائع الجيش كبير. طيب من يلعب في مركز الظهير الايسر؟ الخواجه بيجرب رأفت خليل اللاعب منتخب الناشئين، وبيجرب محمد هاني، وبيجرب احمد نبيل كوكا، وبيجرب كريم فؤاد. هيستقر على واحد من دول. انا في رايي رأفت خليل. ليه؟ مركزه وحافظه وبتديله فرصه، واللعب مش بالسن. بص لاي منتخب في كاس العالم تلاقي عنده لاعبين كثر ما بين 20 و25، ما بين من تحت 23. مفيش منتخب ما فيهوش 5 6 لعيبه تحت 22 سنه. فبالتالي ندي فرص، وهذا اللاعب لو بيلعب مباراه زي كده هياخد باور ودوافع نفسيه كبيره جدا، ويتالق ويبدع مع النادي الاهلي. فالجزئيه دي فيها يعني قلق شويه حته باك الليفت، رغم علي معلول راح هناك ما لمساش. طيب الحاجه الثانيه، في بعض العناصر من لاعبي النادي الاهلي عليها كلام كتير ماشي انها ما لعبتش الماتش اللي فات، لكنها ستشارك في هذه المباراه. اول هؤلاء اللاعبين عوده محمد عبد المنعم لخط الدفاع، عوده كريم اكرم توفيق الى الباك رايت، واما يطلع كريم فؤاد في الهاف مكان حسين الشحات اللي بتتراجع فرصه كثيرا في الاستمرار في النادي الاهلي مع عدم مشاركته في المباريات وعدم الاعتماد عليه بصفه اساسيه، وهو اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهايه هذا الموسم ولا يحصل على فرص للمشاركه في المباريات. وبالتالي هيلعب اكرم توفيق، وهيلعب محمد عبد المنعم، وهيلعب ايضا مشكله الباك ليفت قلنا هيختار فيها حد، وفي قلب الوسط سيعود حمدي فتحي. يبقى عندك 4 مراكز فيها تغييرات، بجانب بقى الشق الهجومي هو نشوفه هيعمل فيه ايه. لكن ده اللي اثر على الاداء. يعني في الشق الهجومي هتلاقي احمد عبد القادر موجود، وهتلاقي برونو سافيو بيبدا اساسي، وهتلاقي قفشه بيبدا اساسي. الثلاثه بقى اللي في الوسط دول هنشوف فيهم مين. قلنا هيلعب بديانج وحمدي فتحي. مين اللي هيبقى الثالث اللي موجود معاهم في هذا الاطار؟ وكولر يعني مستاء بشده من تراجع مستوى حسين الشحات، وعمال يستنفر قدراته وامكانياته، وقال يعني حتى الان هو مش داخل دماغي في حواره مع لجنه الكره. فهنشوف ايه اللي هيحصل في المرحله المقبله. بالمناسبه وانا بكلمك عن النادي الاهلي لازم اقول لك ان قرعه دوري ابطال افريقيا اللي كان محدد لها اجراءها يوم 16 نوفمبر هتجرى يوم 12 باذن الله تعالى مع النادي الاهلي. على جانب اخر، حسام عبد المجيد مدافع قلب دفاع نادي الزمالك، اللاعب اللي هو بيطلق عليه فيريرا ماتيب النجم الشهير، جاي له عروض من فرنسا ومن البرتغال، وعروض ترقى الى العروض الرسميه من شركات جاده جدا في الحصول على خدماته في الانتقالات الشتويه المقبله. حصل تواصل مع المسؤولين في نادي الزمالك للحصول على خدمات حسام عبد المجيد قلب الدفاع، ولكن إدارة نادي الزمالك رفضت فتح الموضوع نهائيا قبل عودة محمود حمدي الونش من الإصابة والمشاركة في المباراة. بالمناسبة الونش دلوقتي في الإمارات للتأهيل، وألف سلامة عليه وربنا يحفظه بإذن الله تعالى.
على جانب آخر نادي البنك الأهلي أجرى عدة مشاورات بالأمس مع عدد من المدربين، وكان أبرزهم الكابتن حلمي طولان لخلافة خالد جلال بعد سوء النتائج والانفعال لعدم الفوز على بيراميدز اللي كسب البنك الأهلي مرتين في أسبوع، مرة في الدوري ومرة في كأس مصر. وبيراميدز كمان كان بيلعب ناقص لحد الدقيقة 30. فالمسؤولين في نادي البنك الاهلي بعد المفاوضات دي قعدوا يتشاوروا، تراجعوا لان هم درسوا عدد من الاسماء المصريه اللي موجوده. كانت الكابتن حلمي طولان، وكان الكابتن طلعت يوسف، وكان كابتن حسام حسن، وفي الاخر فضلوا استمرار خالد جلال، خاصه ان عنده ماتش يوم الاربعاء مع انبي في الدوري، وعنده ماتش يوم الاثنين مع المصري، وعنده بعدها الزمالك، وعنده ماتش كل 4 ايام حتى 7 فبراير. فاي مدرب هيجي هيبقى عنده كلام كتير جدا 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 في هذا الاطار، وهيبقى له مبررات للفشل يعني. معانا كابتن عمر ابو المعاطي زكي. سؤال كده على الماشي عشان ما نطولش عليك، عشان عارفين انك انت في اولى ثانوي وعندك مذاكره كتيره وبسم الله ما شاء الله يعني بتتابع المباريات. كيف رايت مباريات اليوم وخاصه مباراه البرتغال واوروجواي؟ طيب اهلا بكم جميعا. طبعا استمراريه لمباراه كاس العالم الممتازه جدا. افتتحناها بماتش الكاميرون اللي خلص 3-3. ماتش كان ممتع جدا، في ماتشين ورا بعض كانوا ممتعين جدا، ممكن الناس فوتتهم بس هما كانوا من امتع مباريات كاس العالم. خلص 3-3. الكاميرون وصربيا كان ماتش ممتع جدا، اتلغى جون حلو جدا لابو بكر. ابو بكر اللي عملها اللوب الجميله دي رائعه الصراحه يعني. عملها لوب حلو جدا، بس للاسف الجون اتلغى اتحسب تسلل. الكاميرون اتاخرت في النتيجه، بعدها رجعت تاني وهكذا. الماتش كان حلو جدا. صربيا برضو اتاخرت ورجعت. الماتش كان رايح وراجع برضو، الماتش كان ممتع جدا. فوز غانا بقى الجميل النهارده يا عمر بعدها على كان كوريا. في كوريا وغانا، كان ماتش برضو ممتع. غانا اتقدمت 2-0، بعدها كوريا رجعت اتعادلت، بعدها غانا قدرت تتقدم تاني 3-2. فالماتش كان ممتع جدا برضو. قدم غانا في المجموعه كويس جدا، بقى دلوقتي معاه 3 نقط. هيبقى ماتشها مع الاوروجواي سخن جدا، اللي هو الجوله الجايه. الاوروجواي عندها نقطه. الاوروجواي كمان خسرت النهارده، بقى معاها خسرت من البرتغال. معاها نقطه تعادل مع كوريا. نقطه التعادل مع كوريا. فالماتش هيبقى حماسي جدا. هم ليهم طار عندهم من 2010، وكان في لعيبه طلع بتصريح ان هم عايزين ينتقموا منهم على 2010. فهيبقى ماتش حلو جدا، هيبقى ماتش سخن جدا. كل ماتشات اخر دور المجموعات هيبقى يوم الجمعه. بعد كده كل ماتشات المجموعات ما احنا بقى من بكره ان شاء الله عندنا بقى قطر عندنا اللهم صل على محمد. عندنا الاكوادور والسنغال وهولندا وقطر الساعه 5، والساعه 9 ويلز وانجلترا وايران وامريكا. كل مباريات الجوله الثالثه في نفس التوقيت. رايك كيف رونالدو النهارده منتخب البرتغال وهذا الفوز الكبير؟ عشان يعني منتخب البرتغال قدر يكسب، بس منتخب البرتغال لسه مش بيقدم المطلوب منه. منتخب البرتغال انا شايفه لسه بدون هوية لعب، لسه ما عندوش اسلوب لعب واضح. انشارهم في الملعب سيء، الشوط الاول كان سيء جدا من الفرقتين الصراحة. الاوروجواي كلحت الماتش، لا كانت البرتغال بتلعب ولا هي كانت بتلعب. كان شرعت غير كرة واحدة بس اللي هي بنتنكور، وشالها ديجو كوستا. وبنتنكور عمل فيها دريبل كويس جدا بالكورة وعدى، بس ديجو كوستا حارس ممتاز جدا الصراحة، ظهر الموسم ده في بورتو. بس لسه البرتغال مدربها صعب جدا، فرناندو سانتوس صعب جدا. انا فرحان لرونالدو. رونالدو الجون ما احتسبلوش يعني. هو الفيفا اتحسب برونو فرنانديز، حسب برونو فرنانديز، لان فعلا رونالدو يعني ما جاش جنبه خالص. برونو فرنانديز لعب ماتش حلو جدا، دي رابع مساهماته في تاني ماتش. البينالتي حطها بشكل حلو جدا صراحة في اخر الماتش. البرتغال بتكسب. الاوروجواي برضو احسن من الماتش اللي فات شويه، الشوط الثاني كان احسن، بس برضو الاوروجواي لسه مش مقنعه. ممكن ما تتاهلش، ممكن ما تطلعش دور ال 16، وطلعت دور ال 16 اظن ده هيبقى اخرها في البطوله. البرتغال هي بتعدي بحلول فرديه، سوء المنافس لسه برضو ما قابلوش حاجه حقيقيه، بس ممكن انتصار ورا انتصار الفوز بيجيب هي فوز. تقابل يعني تاني مجموعه البرازيل. تقابل تاني مجموعه البرازيل، اللي هو ممكن يبقى حاجه خفيفه، ممكن يبقى صربيا او الكاميرون او سويسرا، لسه هنشوف يعني، ما اتحسمتش. بس كده كده البرازيل خلاص عدت. والبرازيل هتلاعب تاني المجموعه دي. والبرازيل برضو يعني سكتها سالكه اظن لدور الثمانيه ايا كان. حتى لو قابلت الاوروجواي ما اظنش هيبقى ماتش صعب على البرازيل. البرازيل النهارده قدرت تكسب بجون حلو جدا من كازيميرو. توقعاتك لمباراه الغد؟ الاكوادور والسنغال بكره في الاكوادور والسنغال. اظن السنغال ممكن تعدي لدور ال 16. تكسب الاكوادور. ممكن تكسب الاكوادور عادي جدا، مع ان الاكوادور منتخب كويس. هولندا وقطر.
لا اظن هولندا هتكسب برضو. ويلز وانجلترا، ويلز هتلعب برديه، مش هيبقى ماتش سهل على انجلترا، بس انجلترا محتاجه تثبت عشان هي تعدت الماتش اللي فات. محتاج يبقى فيه حلول اكتر من ساوثجيت، بيبقى عنده حلول على الدكه وما بيبقاش واخد باله منها. بس محتاجين نشوف المنتخب الانجليزي بيتحسن. في لعيبه كويسين، إيران ميسي وأمريكا. لسه مش موقع. ايران وامريكا. كيروش في مواجهة كروش أمريكا قدر يكسب والأمور ويلز، السياسية. والماتش كان بس اظن ممكن ايران تعدي. ايران منتخب رخم، وبيلعب كورة وبيلعب كوره كويس جدا. وعنده حلول. كسب في اخر دقيقه الماتش اللي فات باتنين، سجل هدفين جونين في الدقيقة 109 و110، في دقيقتين، فممكن ايران تعدي كمان. وعنده يعني جمهور بيسانده بيدعمه. ايران متمرسه بشكل كويس يعني في كاس العالم، فممكن ايران تعدي. أشكرك أستاذ عمر، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى وتحليل لآخر المباريات المجموعة الأولى والثانية. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.